أنباء تتردد داخل النادي الأهلي عن توقيع مروان عطية مع أمير توفيق على ورقة رغبة لمدة 5 سنوات لإثبات حسن نيته وضمان عدم انتقاله للزمالك. هناك أنباء متداولة في النادي الأهلي الآن عن نجاح أمير توفيق مدير التعاقدات في الحصول على توقيع لاعب خط وسط الاتحاد السكندري مروان عطية لمدة 5 سنوات، وإن مروان فضل النادي الأهلي بسبب عدم استقرار نادي الزمالك المالي، بالإضافة إلى تواجد أكتر من لاعب في الزمالك في نفس مركزه عكس الأهلي. يعني مروان عطية وجد إن في الزمالك في عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وإمام عاشور ومحمد أشرف رؤى، ولكن في النادي الأهلي يتواجد فقط ثلاثي ديانج وحمدي فتحي والسولية. لذا وجد مروان عطية بأنه الأفضل الانضمام للأهلي، وهو ما نجح فيه أمير توفيق في الحصول على توقيع اللاعب على ورقة رغبة بالانضمام للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات. فهل يفعل النادي الأهلي هذا العقد في يناير أم ينتظر لنهاية الموسم؟